واجب على طلبة العلم وعلى أهل العلم مع إخوانهم العلماء واجب عليهم حسن الظن وطيب الكلام والبعد عن سيء الكلام. الدعاء إلى الله جل وعلا حقهم عظيم على المجتمع، العلماء حقه عظيم على المجتمع، فالواجب أن يساعد على مهمته بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والظن الصالح الطيب، لا بالعزم الشدة ولا بتتبع الأخطاء وإشاعتها والتنفيذ بالبلاد والتنفيذ بالبلاد. يجب أن يكون طالب العلم يكون السائل يقصد الخير يقصد الفائدة فيسأل عن هذا الأمور، وإذا وقع خطأ والإشكال سأل عنه بالرشد والحكمة والنية الصالحة حتى يزول الإشكال. كل إنسان يحصل اليقين ما في أحد معصوم، أن الرسل عليه الصلاة والسلام هذا تعالى الله عز وجل في ذاته من المكان فقد على المجتمع ويساعد على الخير وأن يحسن به الظن، وإذا وقع الخطأ يبين الخطأ المسلم الحسنة ومفاهمة لأصل الخير وقصد الفائدة ليس لقصد التشهير والعيب. بعض الناس نشرات في بعض الساعات نشرات خبيثة رديئة لا ينبغي يسكتها طالب العلم لأنها قد يكرر على الطالب أو ظن أنه يقع بالخير، فلا ينبغي هذا الأسلوب طالب العلم يحقق الخير وأما أشكل عليه بالأسلوب الحسن والدعاة ليس معصومين، سواء كانوا مدرسين أو خطباء أو في محاضرة أو في ندوة ليس معصومين. ومن ذلك وقع في هذه الأيام قبل أيام من بعض الدعاة والعرض على كثير من محمد الغالي الجاني والشيخ سلمان العود عليه الصلاة والسلام والسادة الناس الحديث وربيع الحادي ليس من الدعاة المعروضة العقيدة الطيبة والتكفيرة معروضة هي السنة والجماعة لم ينبغي إلى واحد منهم شيء أو ظن طالب العلم أنه يخطأ أو ظهر له أنه يخطأ لا ينبغي أن يشهد ذلك ويشاء الظن، بل يدعو له التوحيد ويدعو له الهداية وطالب العلم يذكر فاتحه بما أشهد حتى يصير الإسلام الدليل وما إلا الآية قال الله قال رسوله